البرنامج الثقافي من القاهرة. الأشكال، الألوان، الأبعاد، الرموز والدلالات، المشهد التشكيلي فيه ألوان وظلال. ألوان وظلال بصحبة منامون. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا في فترة مفتوحة جديدة على موجات البرنامج الثقافي هي الوان مستمرون معكم حتى 8:30. معكم على هندسة الهواء كمال إمام. مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية. وعام 2016 رحل بما له وما عليه من أحداث وفعاليات وقضايا ساخنة مستمعينا الكرام شهدتها الحركة التشكيلية خلال هذا العام المنصرم الذي يعني كان فاتحة خير بالنسبة للبعض، وكان بالنسبة للبعض نقطة تحول، وبالنسبة للبعض الآخر كانت يعني نقطة تحول سلبية. مستمعينا الكرام، يسعدني في هذا اللقاء أن أستضيف على الهواء مباشرة أمام ميكروفون البرنامج الثقافي كل من الأستاذ إيهاب لطفي الفنان التشكيلي الكبير. أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والدكتور خالد هنو رئيس مجلس إدارة مجموعة الثغر للثقافة والفنون بالإسكندرية. دكتور خالد، أهلا بحضرتك. أهلا. السؤال مشترك بينكم وضيفي الأعزاء، كيف كان 2016 بالنسبة لكما على الصعيد الفني؟ نبدأ بدكتور خالد ولا إيهاب؟ اتفضل يا دكتور خالد. إيهاب أكبر مني في السن. لا طبعا، هو طبعا 2016 سنة كانت فيها الكثير من الأحداث الثقافية والفنية. خلينا نتكلم على مثلا أحداث الفنية. مفيش شك انه رحل في السنه دي مجموعه من الفنانين، وانا هبدا بيهم لان هم دول لهم حق ان احنا نذكرهم اول حاجه. صحيح. فنانين واصدقاء عظماء تركوا عالمنا وتركوا كل شيء وبقت. كان رحيل الكبار الحقيقه. بالظبط. نبداهم مثلا الناقد الكبير كمال الجويلي في بداية هذا العام. بالظبط. العام 2016 كان في أول 2016. وكمال الجويلي يعني له أيادي كثيرة على كثير من الفنانين، وهو مؤسس جمعية النقاد المصرية، ويعني كان له فضل عليا طبعا. وبرحيله فقدت الساحة التشكيلية الكثير من النقاد. أيضا رحل واحد من أهم الفنانين والنقاد، الفنان الكبير جمال قطب. جمال قطب رائد التحرير الصحفي ورائد الصحافة، حاجة غير عادية. كلنا تربينا على كتبه، ويمكن أنا ورسوماته الصحفية. بس هقول لحضرتك، كنت أي كتاب بروح أشتريه، قصة لنجيب محفوظ، يوسف إدريس، إحسان عبد القدوس، لازم تلاقي الصورة بتاعت جمال قطب. مجموعة الكتب اللي احنا قريناها واحنا طلبة بتاعت روائع الفن العالمي قد ايه كانت رائعة جدا، وكانت أول كتب تنزل بالألوان بالشكل ده، فليه الأسبقية في ده. الحقيقة أيضا راحل عن علمنا الفنان الدكتور سيد القماش. طبعا رائد السريالية في مصر، أحد رواد السريالية في مصر. ده طبعا زعلني جدا بقى أكتر واحد، لأنه كان قريب مني جدا. وقبل ما يموت بفترة قصيرة كنت مصطحبه، او كان معايا في مهرجان الاسماعيليه الابداعي، وكنا قاعدين في اوضه واحده تقريبا، وبناكل وبنشرب وننام مع بعض كده في نفس المكان. وكان في مخطط ان احنا نعمل
زي دورة لتعليم النقد الفني بالاتفاق مع مجموعة نقاد، واتفقنا على كل حاجة. هيتعمل كتاب كبير بذلك، وفاته المنية قبل تحقيق هذه الأمنية. أيضا رحل على عالمنا جميل شفيق، طبعا منذ أيام قليلة. حقيقة برنامج ألوان وزراء سيفرد له حلقة في تقديم هذا الرجل الفنان الذي الخلوق الحقيقة، الذي يعني ترك إرثا فنيا كبيرا وغبن حقه، يعني غبن حقه فنيا وإعلاميا يعني. نعم، حتى يعني شغله مميز جدا جدا جدا. فالحقيقة يعني وكثير منهم أيضا رحل. لكن خلينا نتكلم على يعني بعض الأمور الأخرى، الأمور الفنية زي المعارض مثلا. لو تحب نتكلم على المعارض. طيب ندي فرصة للأستاذ إيهاب، كيف كان عام 2016؟ كيف تابعته من حيث القضايا الفنية، من حيث الأحداث الفنية، من حيث الهموم الفنية أستاذ إيهاب؟ هو أنا بشارك صديقي الفنان خالد في إن إحنا بنينا الفنانين اللي راح له، وخصوصا الفنان جميل شفيق لأنه كان جاري. كنت بشوفه كتير، وكنت حتى قبل ما توفاه الله بفترة قريبة كنت عايز أعزمه عندي في المرسم، بس ما حصلش نصيب يعني. ده بالنسبة لل علي غروبي كمان رحل عن دنيانا. الله يرحمهم جميعا يعني. فعلا كانت خسارة يعني طبعا يعني. والأستاذ جمال السيد مجموعة كبيرة جدا الحقيقة. جت فترة على يعني أنا ليا أصدقاء كتير على الفيسبوك كانوا كلهم بيكتبوا نعي كل فترة يعني قريبة من بعضها عن رحيل فنان تشكيلي كبير في مجاله يعني. فعلا. اتفضل يا استاذ ايهاب. بالنسبه بقى لحاله الحركه التشكيليه عامه، هي المشاكل اللي هي بقى لها عشرات السنين، مزمنه يعني، المزمنه اللي مالهاش علاج ومش باين لها علاج يعني. نقدر نختصرها باول نقطه كده، الشلاليه. الآفة التي تعاني منها مصر كلها يا فندم. لا، ما هي مؤسسات الدوله كلها كده، بس هي واضحه جدا وبتزيد. يعني هي مش في حالة تقلص، لا هي حالة زيادة. طيب هنعمل ايه؟ يعني كل مجموعة قافلة على نفسها، معاها صحفيينها اعلاميينها، وكل مجموعة بتشترك مع التانية تضرب التالتة، والأيام يضربوا بعض. طب ما هو ده على حساب الحركة التشكيلية. هذه الصراعات تؤثر سلبا على مسار الحركة التشكيلية. فهي لازم أنا كفنان، أنا فنان تشكيلي بشتغل مع نفسي بقالي 30 سنة، ماليش دعوة يعني ما بقعدش على حجر حد يعني من الآخر كده. طيب فأنت بتتكلمي في حاجة اسمها في معارض دولية، في منح، في كذا في كذا. أنا حاصل على منحة تفرغ دي السنة الرابعة بمجهودي الشخصي بدون أي حاجة. طب ما دي تحسب لوزارة الثقافة يا فندم؟ لا ده حقي يعني. ما هو حقك، بس انا بقول لك اللي ليا ولا عليا. انا خدت المنحه دي. طيب في ناس موجوده ما تستحقش المنحه، مع احترامي يعني. صحيح، انا مع حضرتك يعني نقول اللي لينا واللي علينا بصرف النظر. انا مش بقول اسماء، انا بتكلم المعرض اللي فات واش اكبر دليل على كده. اللي يشوف المعرض هيقدر يعرف ان في ناس يعني مع احترامي طبعا الشديد لا تستحق العرض اساسا. هي وجهات نظر برضو في المقام الاول يا استاذ. لا بص، خالد ناقد في اي عمل تشكيلي. انا مش بتكلم على اساس دي مبادئ، دي اسس، في اسس عامه اقدر اقيم العمل ان هو يستحق ان هو يكون عمل او لا. قبل ما اقول ده يتعرض ولا لا يعني. في مقومات للعمل العمل الفني ولا يا خالد؟ طبعا في مقومات للعمل. لما تكون المقومات دي مش موجوده اساسا وبعدين صاحبها ياخد منحه ويعرض عمل، يبقى ده في كلام. طيب يعني انت بتتحركي في الاطار ده في كل حاجه، فكل ده مؤثر على الحركه. طب ازاي الفنان الحقيقي يبدع؟ هو في ازاي الشباب ياخدوا فرصتهم؟ طيب ازاي الشباب ما يتمش استقطابه وتوجيهه؟ مش حكايه يبدع. ما هو الشباب دلوقتي عشان يشتغل، ما هو بيلاقي سكك، لا بيلاقي سكك مفتوحه في اتجاهات معينه موجهه. فهو بيضطر غصب عنه ان هو يندرج تحت اطارها علشان يوصل بالبلدي كده من الاخر. يوصل لايه؟ انت فاهم. طيب اللي عايز يشتغل بجد هيضيع، مش هيلاقي مجال. طب هنوفره له ازاي؟ البيضه ولا الفرخه؟ شكرا. ما هي كده، هي مشكله مزمنه بس. طيب دكتور خالد، حضرتك كنت عايز تتكلم عن المعارض.
خليني تعلق على النقطة على دي. كلام الفنان إيهاب، لأنه بيتكلم في نقطة مهمة جدا، نقطة حساسة. نقطة يعني بعيدا عن الشلالية، إنما في نقطة غياب الناقد. ايوه. فغياب الناقد معناه إيه؟ معناه سمك لبن تمر هندي. معناه إن أنا ما أقدرش أعرف هذا العمل جيد ولا غير جيد. أنا دايما أقول إنه الإبداع مثلث. في كل زاوية، في زاوية فيها المبدع، وزاوية فيها المتذوق، وزاوية فيها الناقد. المبدع والمتذوق محتاج الناقد عشان يوصل العمل، ييسر العمل للمتلقي، يفهم دور المفاتيح. فإذا كان الناقد مخادع أو موجه أو مزيف أو مش ناقد، لا إذا كان أو كان صحفي، إذا كان أصلا ناقد، يعني إذا كان ممكن يكون صحفي، وده بقى كتير جدا. يعني ممكن يكون واحد بيكتب في مجلة أو بيكتب في أي جريدة، وفجأة تلاقي اتحطت جنب منه ناقد وقبلها فنان. وقبلها طبعا مفيش مشكلة. لا فنان وناقد ودكتور. هي غياب المنظومة العلمية والعملية في أنا بحضر بعض الندوات ومعايا مجموعة نقاد جايبينهم يتكلموا، فأنا أستمع ألاقي كلها كلام انطباعي وكلام شخصي ملوش علاقة بالعمل. يعني ما بيتكلمش في صلب العمل، التكوينات بتاعت العمل، الاستخدام اللون عامل ازاي، المفهوم بتاع العمل، مش فاهم، فبيتكلم بشكل انطباعي. أنا هو كان منذ أيام قليلة صالون الشباب كان منعقد، مش عارفة حضرتك أنا شفته طبعا، حرصت إن أنا أكون موجود صالون الشباب. ما تابعتوش؟ طب أسأل الدكتور خالد. يعني يتهم الشباب في صالون الشباب، تتهم لجنة التحكيم وفرز الأعمال بأنها تميل إلى التغريب في اختيار الأعمال المشاركة للعرض في هذا الصالون. ما أثر على كفاءة الصالون وعلى اتجاهات الشباب نحو الفن التشكيلي. هل تتفق مع هذه الرؤية هذا العام؟ اتفق طبعا بكل قوة. صالون الشباب والمعرض العام الاثنين برضو الحدثين الأبرز. حتة ايه، انا دخلت المعرض حسيت انها مش في مصر. يعني انا شايف سماه نقول تقليعات، سماه بيعتمد على الصدمة. اذا كانت شاب ما يعرفش يصدمك يبقى مش فنان. طيب فين المصرية، فين الهوية، فين الذات، موجودين فين، مش موجود الكلام ده. فطبعا فوجئت ان الاعمال كلها اعمال لا تنتمي الينا بالمرة. هو مش السنة دي بس، ده الموضوع تراكمي. لا ده الموضوع بقى هو السيستم ده الاساس. اللجنة اللي بتختار. انا عشان اعرض بقى العرض بالمتر، بالظبط بالمتر، وكل ما هو غير مفهوم، وكل ما هو تميل الى التغريب، كل ما احيانا كثيرة يكون مبتذل ومقلد. لا ده تقليد موجود. اللجنة ما تبقاش فاهمة. لا هم مش فاهمين او مش فاهمين، مش دي المشكلة. اللي هي الفكرة ان هو نوعية العمل اللي بيقدم يعني هو ايه، يعني تلاقيهم حتى قريبين من بعض، شبه بعض شوية. يعني مفيش فكر، مفيش رؤية. حضرتك ما تابعت صالون الشباب لظروف خاصة ولا لانك غير لا عادي مهتم بهذا الحدث؟ لا يعني انا هو خالد بصفته ناقد فبيتابع، انا لو موجود هبص عليه. يعني انا مش مهتم ان انا اروح اشوفه. انا فاكره حضرتك ده نوع من الاعتراض او من لا ما هو مش، لا يعني عادي انا بتفرج او مش بتفرج، يعني هو مش بالنسبه لي. طب حضرتك انا فقد الثقه فيه من زمان. هل تابعتم السرياليه 50 عاما من الابداع، هذا المعرض الذي اثار جدلا كبيرا جدا وايضا عقد في الفتره الاخيره؟ ايوه طبعا، لكن هي المشكله مش زي ما بقول لحضرتك، مشكلتنا مش في فكره التغريب. فكره في منتهى الخطوره، لانه هو مش تغريب بس، هو تغريب وسحب هويه مستمر. هو سحب هويه. انا عاوز نفسي يبقى في لجنه مكونه من جميع الانتماءات والاتجاهات الفنيه. يعني ما اجيبش الكوميسير او اللجنه المكونه كلها بتنتمي الى فكر معين. يعني انا مش ضد المدارس الحديثه او ما بعد الحداثه، اهلا بيها، فكر وشغل، مش ضد ده، لكن ضد ان التاني يحجب على الاخر فكره. ايه المانع ان يبقى في واحد بيشتغل الى الان بالفكر الكلاسيكي مثلا،
ده موجود في العالم كله. ايه المانع يبقى في واحد تقسيم؟ ده الاساس يا خالد، ده مش ال لا ده الاساس. يعني هو على انا دلوقتي عشان اوصل للوحه تجريديه او حداثه او ما بعد الحداثه، ما احنا لسه ما تطرقناش لمفهوم ما بعد الحداثه اللي هو ايه. يعني لازم المصطلحات دي، لا هو مش في لبس، موضوع شائك يعني. في لبس في تعريف المصطلح نفسه. المصطلح نفسه تعريفه وصل للشباب ازاي ومشوا في الموضوع ازاي اولا يعني، فده ما تعرفش لسه، فمش نقدر يعني حتى المناهج الدراسيه في الكليات برضو دي صعبه جدا في النقطه لا دي. يعني هي الفكره كلها يعني. خالد طبعا افضل مني ان هو يتكلم، بس انا بقول ببساطه العمل الفني الجيد بيصل حتى للمتلقي اللي هو مش فاهم او دارس، فبيقول لك الله الوانها حلوه حتى لو هو مش فاهم. ببساطه كده بيتفاعل معاها. بيقول لك الوانها حلوه بصرف النظر عن او يبدا يسال او يبدا يتفاعل. فبالتالي انا ابتدي انا استقطبه وافهمه يعني الفت نظره ببساطه. طب واحد عامل حاجه لا وبيقنعني ان هو صح. يعني هي الفكره في ايه؟ ان هو بيفرض عليا نوع معين من الفن. اولا هو ليس له اي اساس، يعني فن كده مطلق، مش مطلق. العمل الفني فن للفن يعني. انا عشان اوصل لمرحله من التجريد لازم اولا اكون لازم في اسس ودراسه. يعني انا بقى لي 10 سنين بشتغل على انا سجلت معاكي 2010 في معرض النوبه، عملت بعديها 3 معارض عن النوبه وبحضر للمعرض ال11. بشتغل على الخط فقط لسه، يعني باثر الحضاره المصريه الهويه بتاعتي في خط. هل في ناقد اتكلم عن المواضيع دي؟ انا بصدد ان انا اجمع الماده بتاعتي. انا بشتغل بقالي 10 سنين، عندي مجموعه اعمال كبيره هعمل بيهم، كنت على حسابي بجمعهم يعني مجموعه كده. يعني هو الفنان مؤسسه لوحده. انا بشتغل بالظبط يعني كده. هو اي نجاح دلوقتي مفيش عندنا صناعه نجم. لا مش مفيش دعم. مفيش ما هي لازم يشتغل على نفسه، لازم هو نفسه يوثق نفسه. انا بمجهودي الشخصي بشوف انا يعني انا بحاول حتى على حسابي هحاول اجمع الماده بتاعتي دي اطبعها على ما اعرفش لسه هعملها ازاي، بس انا محتاج اوصلها لان انا بشتغل اللي مش ليا يعني. انا عندي هدف بعمله، انا باثر الحضاره المصريه. عندي مشروع اللي هو اعاده صياغه الفن المصري القديم والفرعوني والنوبي خصوصا تشكيليا. فانا اصل الحضاره يا منى. انا المصري القديم ده اصل الحضاره، انا اللي اصدر الحضاره للعالم. وانا اللي هحط اسس العولمه مش الغرب اللي يحطها. ولما اي حد يبص على العمل الفني ده يقول ده مصري يعلم عليه. مش انا اللي استورد العولمه، انا اللي اصدرها. هي برضه وجهات نظر برضه، لانه هيقول لحضرتك لازم نواكب العالم. لا انا بشتغل. خالد عارف طريقه يعني. خالد عارف طريقه. لا انا قصدي شغلي في حداثه ولا لا يا خالد؟ طبعا لازم في حداثه. الحداثه مفهومها ايه؟ انا بشتغل في 2016. لا انا بتكلم بشكل عام. الحداثه والتغريب على فكره. الحداثه معناها ايه اصلا؟ يعني ايه حداثه؟ الحداثه دايما الفن كان مواكب للعلم. يعني التاثيريه ظهرت بعد اكتشاف نظريات اللون، واخده بالك؟ ففي مواكبه. هو طبيعي انا في 2016 في مستحدثات علميه وفنيه انا بتاثر بيها، فانا حديث. ده مفهوم الحداثه عندي. انما حداثه اللي هو ايه؟ يعني هو واحد بره عمل لي لو مؤاخذه اتولدت كذا انا اعمل زيه، ويقول لك لا ده هو ده هم كده، ده بياكل عيش بره. طيب ما تقنعنيش بيه، ما تخليش بيه، ما تفرضوش عليا. وفي مؤسسات بتدعم ده، واخده بالك؟ هو فنانين وليه اهداف تحت اعباء وليهم اهداف. اهداف يعني الكلام لازم يتقال بصراحه كده. لا في اهداف زي ما حضرتك قلت. يجيب تواليت زي مارسيل دوشام ويجيب دي كانت البدايات. يجيب التواليت بتاعه ويحطه في معرض. ما تقنعنيش ان ده فن. والى الان على فكره الفكر ده موجود. لا الحمام بتاعه موجود في المتحف. يعني الى الان الناس بتروح تقف تتصور جنبه. لسه يعني شوف الخدعه. الشركه قفلت. دكتور خالد هنو رئيس مجلس اداره مجموعه الثغر للثقافه والفنون بالاسكندريه، كلمنا حضرتك عن مجموعه الثغر وماذا قدمت للحركه التشكيليه خلال عام 2016. بص اقول لحضرتك، فكره المجموعه هي فكره غير يعني راغبه في الربح. هدفها هو نشر الثقافه والفنون ومحاوله لعدل كافه المؤسسات الحكوميه. يعني احنا بنعمل اللي دور موازي ولا دور مكمل ولا دور منافس؟ لا مش منافس ابدا. ما نقدرش ننافس، احنا بنقول مكمل او موازي. المؤسسات الحكوميه ليها اتجاه معين. اتفضل يا فندم. اتجاه معين على يعني خط معين هم اخدينه.
بدعم او بتوجه او بنوعيه معينه من الثقافه والفنون. احنا فاتحين الموضوع لكل التيارات وكل الاتجاهات، زي ما استاذ ايهاب بيقول انه في اتجاه للتغريب، انا بقى بعمل الاتجاه التاني. يعني بمثل الاتجاه التاني المفتوح اللي بنحافظ فيه على الهويه المصريه. فبدانا ان احنا مش متخصصين في الفن التشكيلي فقط لا غير، يعني دور المؤسسه كل الفنون. عملنا سينما وعملنا ابداع موسيقى وعملنا فن تشكيلي وعملنا مهرجانات كتيره جدا في هذا المجال، والحمد لله يعني بقى لها فتره في نجاحات، وعندنا مراسم بنعلم فيها النشء بحيث انه يطلع جيل بيعرف يرسم بجد مبدئيا يعني. والله بعد كده بقى يختار اتجاه معين او مدرسه معينه هو حر، لكن ما اجيش في الكليه مثلا، وده اللي انا طبعا شايفه بنفسي يعني، يبقى الطالب مش عارف يمسك لسه ما يعرفش يرسم قله، مش هقول لك، وبعدين يقول له لا ما تعمل التاتش ده، ما تجرد، فيطلع يا عيني عنده مفهوم خاطئ عن المدارس الجديده. القلم هو الاساس. القلم هو الاساس، هو اللي بقدر احدد بيه كل حاجه. صحيح. فاحنا بنبدا نعلم الناس الموضوع بشكل قوي جدا، حتى الموسيقى بشكل احترافي. حتى الموسيقى بنتعامل مع موسيقيين كانوا في فتره زي فاروق سلامه، زي مجدي الحسيني، كانوا في فتره الأجيال العظيمة ان هم نجيبهم من النجوم، يعني من النجوم واللي لسه محافظين على رونقهم، يعني على رونقهم، مش على اصالتهم، لان بعد الثمانينات تقريبا عايز اقول لك الموسيقى في نزول انحدار باين جدا. القطعه الموسيقيه ملهاش علاقه باي على فكره خالد، الموضوع التغريب وصاحب الهويه وافقاد الارتباط بالارض والتاريخ والدين وكله ده على جميع المستويات، مش الرسم. صحيح. انا كنت هشير للنقطه دي. اسمحوا لي معي الان عبر الهاتف الفنان والناقد الاستاذ ياسر جاد. استاذ ياسر اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ياسر. ابرز الاحداث التي تابعتها انت خلال عام 2016 يا استاذ ياسر؟ ابرز الاحداث، ابرز القضايا، ابرز المحطات التي تابعتها انت بعين الناقد وبعين الفنان. والله يعني ما تقدريش تقولي ان في حركه تشكيليه في مصر. تمام، احنا عندنا فنانين تشكيليين لا جدل على ده. تمام، لكن ما عندناش حركه تشكيليه. انت تتفق مع كبار الفنانين في هذه النقطه يا استاذ ياسر؟ طبعا يعني ما عندناش حركه تشكيليه. مره سجلت الحركه التشكيليه متمثله في المؤسسه الرسميه. تمام. وبعض الجمعيات الخاصه اللي ليها اجتهادات ما ينكرهاش ان مليون اجتهادات. ولكن بعض الجمعيات هم ادبيتهم، هم فكرهم، هم كاصحاب اعمال خاصه لهم توجهات وليهم المساله، يستهدفون الربح، يستهدفون الدعايه الاعلانيه، واحنا لا نستطيع ان نمكن يعني. نعم. لكن المؤسسه الرسميه هي فيها اشكاليه بسيطه، نحن لا نشكك فيها ولا ولكن كل مسؤول يجي بفكر جديد. خلاص هو راجل يجب ما سبق يعني هو ان يشتغل من اول وجديد، ما فيش استراتيجيه، ما فيش خطط طويله المدى ولا قصيره المدى ولا متوسطه المدى ولا اي حاجه. كل اتجاه يعني هو اجتهاد من الشخص اللي قاعد على الكرسي وهو يفعل ما يرى الصواب. نعم. من وجهه نظر. نعم. هذا كخط. خلينا يعني بدايه يعني اولا بما يكون اللي فقدناهم في 2016 هذا العمل الدار الثقافيه. تمام، بدايه من النقد الكبير الاستاذ كمال الجويري رحمه الله عليه، والاستاذ كمال قطب، وفي عندنا دكتور جمال السيد كلام طبعا جميل كبير رحمه الله عليه، اخر من رحل في عام 2016 طبعا، والاستاذ علي الروبي نعم، والاستاذ نبيل الكرم تقريبا. نبيل كرم فرحمه الله عليهم جميعا، والحركه التشكيليه اكيد استفقدت ابداعاتهم، لكن هي هكذا الدنيا يعني. نعم. طيب يا استاذ ياسر، انت مدير المتحف الجوال في فتره من الفترات، ولا ادري حتى الان هل تتولى هذه المهمه؟
نعم. هذا المشروع كان واعدا في بدايته وما زال واعد، يعني احنا الحمد لله محققين. لسه كنت هقول لحضرتك ان يعني هناك عراقيل تعترض بعض المشروعات الفنية المهمة التي تتبناها الدولة، هل بسبب ضعف الميزانيات؟ هل بسبب غياب الرؤية؟ هل بسبب أشياء أخرى؟ لا تقريبا ما فيش ميزانيات، عشان نكون واضحين كده ما فيش ميزانيات. خلينا لما نبطل الكلام التسويقي والإعلامي، ما فيش ميزانيات خالص. احنا بنشتغل بشكل اجتهادي ومجموعة الشباب الموجودين، وانا يعني الدكتور خالد سرور الراجل مش بيعرف اي حاجه بصراحه، يعني برضه خلينا واضحين، ولكن هو مش بيفهم. يعني لا هو ولا الوزير هم ما بيشوفوش الوضع من المشاريع. يعني وزير الثقافه سيد حلمي النمله هو مشغول دايما بالدفاع عن الخطاب الديني والتيار الاسلامي السياسي، وهو عايز يجابه ده ثقافيا، ولكن بيجابه ده عن طريق تصريحات. هو لو يجابه دوت عن طريق خطاب ثقافي موازي ومضاد ليه، اعتقد ان هو هيحقق، هيدعم الدوله في ان هو يصنع خطاب ثقافي مختلف. طيب استاذ ياسر، ظهرت ايضا خلال عام 2016 وبشكل جلي جدا عودة بعض السيمبوزيومات الخاصة، نجاح بعض المهرجانات الخاصة او مؤسسات المجتمع المدني اللي تعمل في مجال الفن التشكيلي، بعض الجمعيات الأهلية زي جمعية محبي الفنون الجميلة، في ظل غياب وتعتيم إعلامي على بعض الفعاليات الحكومية الفنية. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ تعتيم إعلامي احنا المفروض كنا نشهد بنادي اسكندرية ما شفناهوش، شفنا المفروض نشهد بنادي القاهرة ودكتور خالد سرور صرح بدوت برضه ما شفناهوش، واعتقد ان الاثنين لضعف الميزانية او لعدم وجود الميزانية. متهيألي فكرة نجاح السيمبوزيومات الخاصة أو المهرجانات الخاصة هو هي مش نجاحها، طبعا بنتمنى لها النجاح، وأي نشاط تشكيلي بنتمنى له النجاح سواء بشكل خاص أو بشكل المؤسسة الرسمية. احنا ما نقدرش نقول إن هم نجحوا، لكن نقول إن المؤسسة الرسمية فشلت في إن هي تصنع نجاحات موازية. يعني ده يعني بتتكلمش اسم مصر والمؤسسة الرسمية يعني متمثلة في وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لأصول الثقافة، لكن برضه ما نقدرش نغفل برضه الحالة العامة في مصر هي حالة ما زالت إعادة ترتيب أوراق. إعادة ترتيب قلناها بشكل لطيف شوية. هل أنت متفائل بمسار الحركة التشكيلية 2017 يا أستاذ ياسر؟ طالما في موجود في مصر فنانين احنا متفائلين، ولكن هي المسألة كلها إن الحركة التشكيلية محتاجة طرح جديد من المؤسسة الرسمية تسيطر بيه على الوضع التشكيلي وتضع سياسة تشكيلية جيدة تخدم المجتمع وتخدم الفنان وتخدم المتلقي وتخدم اسم مصر بره، اللي هو دلوقتي انت بتتكلمي في عروض خارجية القائمين عليها هم غير مصريين. لما سام بوردو ينظم ولا ينظم السرياليه المصريه في جورج بومبيدو في فرنسا، نعم وما يكونش واحد مصري، دي كارثه. صحيح. لما نجيب صلاح حسن من امريكا ينظر على السرياليه المصريه، وهل مصطفى الرزاز مش موجود، وهل احمد نوار مش موجود، وهل واسماء كتير، مش عايز اغفل حد، اسماء كبيره، هل مش موجودين ينظروا على السرياليه المصريه؟ يعني هل الشكل اللي احنا شفناه، هل اللي حصل في قصر الفنون ده كانت سرياليه مصريه؟ ده معرض 45% منه معرض بورتريه، 35% معرض تعبيري، وبعض المساحات السرياليه اللي موجوده انه معرض سريالي. حضرتك في احد تعليقاتك على الفيسبوك حضرتك اشرت الى البوستر الخاص بمعرض السرياليه. بوستر تعبير يا فندم، وحضرتك تسألي فيه أي حد، اللوحة الحامد ندى وهي لوحة تعبيرية ولا تمت للسريالية بصرة. المفروض إن أنا لما بتكلم عن الفن والحرية وجماعة السرياليين في مصر وجورج حنين والتلمساني ورمسيس يونان، لازم أصدر دلالة للمسألة، في رمزية للمسألة تتحط في البوستر. ودي أبسط قواعد الناس اللي بتدرس بوستر. يعني عندنا قسم كامل للتربية الفنية، وللأسف هو يعني دكتور خالد سرور من نفس القسم. نعم انا اشوف ولا يعني انا بصراحه بشوف ان هي يعني كانت
فهمه من الدكتور خالد سرور، ما اعرفش ايه وجهه نظره طبعا، يعني هو اكيد يقدر يتكلم عنها اكتر مني، وجايز هو يعني شايف في اللوحه شكل سريالي. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا الفنان والناقد الكبير الاستاذ ياسر جاد، شكرا جزيلا يا فندم على هذا اللقاء. اشكر حضرتك. شكرا لك. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. يا ونويت المسافر لما يكون بعيد يفتكرك بالغربة ويقرب البعيد. يا ونويت المسافر لما يكون بعيد يفتكرك بالغربة ويقرب البعيد. اللي في الهواني وبنرجع لك تاني، اللي في الهواني وبنرجع لك تاني. تاخدينا بالحضن ودايما لابسة بايدي. يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، روحي وعقلي حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. أرض الخير يا بلدي ويا وطني الحبيب، بنحب اللي عليكم مستمعينا الكرام، وبصحبتي في حصاد هذا العام المنصرم عام 2016 بصحبتي الفنان التشكيلي الكبير الاستاذ ايهاب لطفي. استاذ ايهاب اهلا بحضرتك مره اخرى، والدكتور خالد هانو رئيس مجلس اداره مجموعه الثغر للثقافه والفنون بالاسكندريه. دكتور خالد اهلا بحضرتك مره اخرى. هل لكم تعليق بعد هذه المداخله الساخنه مع الاستاذ ياسر جاد؟ لا ما فيش، هي بس زي ما كان استاذ ايهاب بيتكلم على لجنه المقتنيات او بيتكلم على الميزانيه العامه للمقتنيات. الحقيقه المقتنيات مشكلتنا ان الدوله كل سنه بتاخد مقتنيات بمبلغ مهول يعني. اولا نتساءل اين تذهب المقتنيات ومما تؤخذ المقتنيات، يعني هو سؤالين. ممن تؤخذ المقتنيات. المعيار الاساسي للاختيار ايه؟ ما انا جاي، انا بس عايز اقول بتروح فين، خلينا نقول بتروح فين المقتنيات. اولا خليني اقول ان الميزانيه قلت. طبعا بس قلت مش على كله برضه. لا ايا كانت المبلغ، يعني احنا مش بنتكلم في كام يعني بنتكلم في المبدا نفسه. هو برضه بقول لحضرتك ما قلتش على كله برضه. يعني انا عرفت انه في شخصيات بياخدوا بنفس الرقم، وفي واحد تاني لا هو عاجبك بالرقم ده ولا مش عاجبك. بينما هو طبعا لو باعها في اي حته لو رماها هيبيعها باغلى من السعر ده بكتير. وانا شخصيا خليني اتكلم عن نفسي، انا كانوا بياخدوا مني مقتنيات في فترات وبعدين قالوا لي بالثمن ده، فانا مبدئيا عشان عارف ان الاعمال رايحه فين فرفضت. يعني لا، ما اخليها عندي في البيت احسن، لان الاعمال كلها بتروح مخازن وبتنتهك وبتترمى وبيدخل الرطوبه لو ما حدش خد مني حاجه. معلش ما عاطينك مين حتى فرق، انت عاوز كل حاجه. وبعدين انا ممكن اخد منك مفيش مشكله. ناخد من بعض يا خالد، بعض شويه. ده المتحف الفني الحديث بقاله عده سنوات. العرض هو حضرتك عارفه الكلام ده، يعني المفروض ما اتغيرش خالص. كل كام سنه بيتغير العرض. لا العرض هو عشان يقدم بانوراما شامله عن الحركه التشكيليه بشكل معاصر بشكل متوالي. من سنوات عديده بتخش بتشوفي نفس المعروضات كما هي. تجديدات فيه دلوقتي الدور اللي فوق موقوف مغلق فتره طويله. فنانين كبار اعمالهم موجوده بشكل لا يليق، موجودين على الارض. عايز اقول لك الجزار وحامد ندى وفنانين كبار جدا. طيب انت كل سنه بتاخد مئات الاعمال، مش عايز اقول الوفات، بيروحوا فين؟ طب ما توزعهم على المؤسسات، مؤسسات الدوله، تعمل بيهم معارض في المقاليم. لا ممكن نزين بيهم اماكن عامه، اماكن عامه فن التشكيلي. يعني ممكن مدخل زي مسبيرو ده كده ممكن يتحط في المدخل اي مؤسسه. اي مؤسسه، انا بضرب لك مثال. ممكن وزاره الثقافه تحط اعمال في كده، انما للاسف بتتركن كلها في مخازن. وبعدين نيجي بقى نقول الاختيار بيتم ازاي. بيجي الراجل اللي جاي هيجي بتاع لجنه المقتنيات ومعاه واحد حبيبه ويبداوا يقولوا
تاخد ده وما تاخدش ده. فبقت العمليه زي ما اشار الاستاذ تاني الشلاليه للفكره الشلاليه، نرجع تاني للفكره الشلاليه وفكره انه العمل لم يختار بسبب قيمته الفنيه، انما هو معيار يعني في معايير اخرى. لا انا ما اعرفش والله، ما اعرف حاجه. لا انا بتكلم عن نفسي، انا لا اعرف اللجنه ولا يعني ايه مقتنيات ولا الميزانيه كام ولا بيختاروا ازاي ولا منين ولا حتى من ناحيه التفرغ والمعارض اللي حضرتك بتعرض فيها يا استاذ ايهاب. لم يفكر احد في اقتناء اعمال حضرتك؟ انا متخرج سنه 90. اول معرض عملته سنه 98، عملت حوالي 15 معرض فردي. محدش جالي. ما اعرفش، انا ما بدورش على حد، انا بشتغل بتعامل مع قاعات خاصه. انا بشتغل في مرسمي، بتعامل مع قاعات خاصه. طب طب يا استاذ ايهاب، من خلال تجربتك مع هل الاختناق مثلا من خلال القاعات الحكوميه مثلا؟ ما هي اكيد انا ما اعرفش، انا ما بدورش على الموضوع. طيب انا من خلال تجربه حضرتك انه معظم المعارض اللي بتاخد البروباجندا الاعلاميه هي من قاعات خاصه وليست من قاعات عامه. ما هي الموضوع متشابك قوي، عمليه البروباجندا الاعلاميه عن قاعات خاصه. لا، هي موضوع الاعلام يعني تحسسك المبالغه في الاعلان والاعلام عن وجود معارض جمعيه او خاصه واستغلال كل الوسائل المتاحه للاعلان عن هذا المعرض متوفره جدا للقاعات الخاصه، بخلاف القاعات العامه اللي المفروض ليها تاريخ وليها اهميه. بالعكس، مش حكايه متوفره، هي الفكره في ايه؟ سين من الناس عنده علاقاته بمين فبيعمل ايه. يعني دلوقتي مع احترامي، في حركه كده سويقه، كل واحد بيدفع 20 جنيه بيعرض في مكان، باخد مش عارف ايه، وبعدين هوب الاقيه في 50 حلقه تلفزيونيه بيتكلم كلام كبير قوي. مع احترامي طبعا للجميع، معلش مع احترامي يا خالد، لو خالد فاهم انا بقول ايه، يعني في اعمال لا ترقى الى مستوى العرض اساسا. فلما يتم دعمها اعلاميا من ناس اعلاميين لا يفقهون شيء في الفن التشكيلي، فدي كارثه ثانيه. يعني بصرف النظر عن دور النقاد، دلوقتي واحد ما بيعرفش يرسم بيجيب اعلامي مش فاهم حاجه. انت طبعا انت بتجهزي للحلقه دي بقالك شهرين، انت بتكلماني من شهرين صح؟ فانت بتجهزي الداتا بتاعتك، انت فاهمه بتعملي ايه. فانا جيت سجلت معاك اخر مره 2010 صح؟ انت فاهمه بتعملي ايه. انما اعلامي مش فاهم هو بيقول ايه، بيفتح المكنه يدور المايك ويسيب اللي هو يدش بيقول كلام كبير جدا. انا ببقى قاعد انا مش عارف اقول ايه. يعني ببص على الشغل، طب ابص على اللوحه مفيش. طيب دي كارثه ولا لا؟ طبعا. طيب دي كارثه كبيره. طيب المؤسسات المنوطه بقى برعايه وحمايه الفن التشكيلي في مصر، بنتكلم على مؤسسات، في عندنا مؤسسات وفي شغل افراد زي اللي بيعمله خالد مثلا او انا بصفه شخصيه. طيب في حاجه اسمها دور مؤسسي ولا مفيش؟ طبعا. طب انا اعمالي اتسرقت. ده فعليا لا يعني السنه دي 3-4 مرات وقدمت شكوى مره للنقابه، وايه اللي حصل؟ في حاجه اسمها حمايه. طيب حتى ما فيش حتى دور، لا ما فيش حتى حركه متابعه بصفه ادبيه حتى. يعني حتى ده دور النقابه، احنا لسه هنخش على الموضوع ده دور خطير جدا انت بتتكلم عنه حضرتك. انا مش عايز اقول تفاصيل عشان مش انا مش ولا اسماء، مش انت بس، مش انا بتكلم. انا بقول لك على اي انا شخصيا 3 مرات او 4 مرات السنه. ده غير النصب على الفنانين. لا ده موضوع تاني غير التسجيل، يعني هتخش في مواضيع كتيره. طب ده دور مؤسسي ولا دور فردي؟ دور مؤسسي طبعا. انا دلوقتي فنان تشكيلي، المؤسسه تحمي فنانيها. بس انا فنان تشكيلي بنتمي الى نقابه الفنانين التشكيليين صح كده؟ طيب والنقابه وفي عندنا في مؤسسات كتير، في وزاره الثقافه، في قطاع، في مش في حاجات كتير، وفي دور نقاد. يعني اللي هم بيشتغلوا بيكتبوا، في صحفيين، في اعلاميين زي حضرتك، فدول بيشتغلوا بصفه شخصيه، فهو عمل او ما عملش ما اقدرش اكلمه صح؟ صحيح. يعني انت دلوقتي اديتني فرصه ان انا اتكلم تشكري. طيب طب اذا ما اديتنيش الفرصه سؤال. طيب. لا عندك الفيسبوك ممكن تتكلم. لا ما اقصدش، يعني انا بتكلم وانا ما بسكتش. انا مش بسكت. انا قصدي ان في وسائل اخرى، في يعني انا فاهم منافذ اخرى ممكن. اذا يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في مجهود شخصي فردي بحت. يعني سواء ايصال معلومه او عرض وجهه نظر او هاخد حقي ازاي؟ مجرد ان انا بفضح اللي سرقني مش اكتر. في السعوديه، في مصر، لسه اول امبارح برضو في شركه خاصه
لقيت لوحه متاخده من عندي ومرسوم على بيعملوا شغل. طبعا حتى الرد بتاعه كان غبي جدا، يعني بيقول انت عملتها امتى؟ لا احنا قابلك، والكلام في هايف. ده النقد نفسه بتصير السرقات الفنيه. لا النقد نفسه مش الفن. مفيش رادع، مفيش حد بيتحرك. يعني معلش دلوقتي لما يحصل حاجه زي كده ويحصل اي دور حركه ايجابيه من النقابه بصفه ادبيه، حتى بصفه ادبيه، انا مش عارف القانون لا يفعل ده اذا كان موجود، انا ما اعرفش. لا موجود طبعا، المفروض ان هو يفعل. لا ما فيش حد يسعى. انا عارفه انه هيعملوا جمعيه عموميه خلال الفتره الجايه، لانه لا جمعيه في نقابه التشكيليين. انا كنت مرشح نفسي، ممكن حضرتك على فكره الاعلان اللي هو بتاع الجمعيه العموميه ده، انا اللي انا عرفته النهارده من الاستاذ مختار، هو كاتب على صفحته ان ده لا يجوز قانونا لان في قضيه شغاله. فانا مش فاهم حاجه. يعني انا متواجد في فوضى. لا انا متواجد في النقابه بصفه مستمره، ويعني من مصلحتنا ان احنا نوقف النقابه بتاعتنا. انا مش فاهم حاجه. ما اعرفش في مجلس ولا ما فيش، في قضيه ولا ما فيش، في ايه؟ ما فيش. انا بشرب القهوه بتاعتي الجنينه واتوكل على الله. غير كده ما فيش حاجه. نعم. طيب دكتور خالد، لو تحب تعلق على حضرتك على قضيه نقابه التشكيليين. النقابه دي اهم مؤسسه للفنانين التشكيليين، ولا قطاع فنون ولا وزاره، هي النقابه. هي اللي بتحميك، هي اللي بتخاف عليك، هي اللي بتديك فلوسك لما تطلع عاوز تتعالج، هي تعالجك. ماذا تفعل النقابه منذ سنوات؟ مجموعه حالات، معلش اسمحي لي في اللفظ، عبيطه، بيتربح منها بعض الاشخاص بعض القروش، واكتفت النقابه على هذا، ومعارض كمان، ومعارض يعني اقل من متواضعه جدا. نقابه اسكندريه تعملها على نقابه المنصوره، على نقابه القاهره، شويه معارض كده. هل هي دي النقابه؟ دي نقابه الفنانين التشكيليين، اهم نقابه المفروض لما نقارن نفسنا بنقابه الاطباء ونقابه المحامين. وهي اللي بتحمي الفنانين. احنا ما عندناش نادي، ما عندناش اي مكان. انت الجنينه اللي بتقعد فيها دي مش بتاعتك. يعني لو مطرت علينا بره هنروح. بالظبط. فالحقيقه ده غير بقى انه بنتكلم عن قضيه سرقه الاعمال، وانا برضو نفس المشكله اللي عانى منها الفنان ايهاب، نفس المشكله. واحد ما اعرفش مين رسم كل اعمالي وحط التوقيع بتاعك. المشكله انه حط التوقيع. ده التوقيع بتاعي المميز خده، وانا ماشي في الاسكندريه في العطارين وفي محلات معينه، ابص الاقي اعمالي بتتباع عليها التوقيع. ارخص منك. مش ارخص بقى، ده فرق. طب اسمحوا لي، معي الان عبر الهاتف الناقد الفني الكبير الدكتور سامي البلشي. دكتور سامي، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سامي، هناك يعني خلال عام 2016 الحقيقه قابلت مجموعه من الفنانين وكبار الفنانين، وحتى هذه الحلقه كانوا يصرحون ان هناك في مصر فنانين وليس هناك حركه تشكيليه. الى اي مدى تتفق مع هذه الرؤيه؟ مش فاهم يعني السؤال عجيب. هناك فنانين، ايوه، ولكن ليس هناك حركه تشكيليه. وما فيش حركه تشكيليه. لا، هو هناك فنانين يقاتلون ويطالبون بحقوقهم بشكل مستمر في اقامه المعارض والمهرجانات، ولكن هناك المحظوظين اللي بيلاقوا قاعات عرض يعرض، اللي بيلاقوا. لكن في فنانين كتير جدا عندهم شغل ومش لاقيين قاعات للعرض، لانه في شلل بتستحوذ على هذه القاعات وبتحجز بشكل مسبق، ده غير المنح، حاجز قاعة. ده غير المنح يا دكتور سامي. شهر واحد مثلا في سنة 2016 سنة 2017 وسنة 2018 حاجز ال3 سنين دول ورا بعض. طيب دكتور سامي، ده غير المنح وغير السفريات الخارجية وغير البعثات العلمية والبعثات الفنية، ده كل ده برضو يعني داخل في نفس الإطار يا دكتور سامي؟ بالتأكيد. السفريات واختيار الناس، بعض الفنانين لإدارة الحركة التشكيلية في مصر،
من خلال مثلا مكان زي لجنة الفنون التشكيلية مجلس الأعلى للثقافة نعم، واختياره لناس معينين في توقيتات معينة للحركة. يعني المفروض انه انت لجنة الفنون التشكيلية دي تبقى عينها على كل الفنانين، بتخدم على كل الحركة التشكيلية، ما بتخدمش على الناس اللي قدامها بس. وهي بتخدم على الناس اللي قدامها بس، مش شايفة إلا نفسها على الساحة. العدد الموجود في لجنة هو شايف نفسه هو الوحيد اللي وللأسف الشديد هو ينادي في صحراء لا يسمعه أحد. نعم. طيب دكتور سامي، أنت تتابع الأحداث الكبرى كالمعرض العام وصالون الشباب ومعرض ومعرض السريالية وكل مثل، لكن في الآونة الأخيرة تصاعدت حالات الجدل حول جدوى هذه المعارض، إذا ما كانت تفجر غضبا داخل التشكيليين الذين ترفض أعمالهم أو يستبعدون من المشاركة في مثل هذه المعارض، وأنها أيضا مقصورة على أسماء بعينها أو أنها تتيح الفرصة للبعض على حساب البعض الآخر. إلى أي مدى هل سنستمر في حالة الجدل هذه أم سيتم استيعاب الموقف واستيعاب غضب التشكيليين في الفترة القادمة؟ يعني هو وجود المهرجانات والملتقيات التشكيلية ده لا أحد يستطيع أن يقول أوقفوا هذا، دي مسألة، لكن نظبط ده متاح طبعا، ده مهم إنه الكلام ده كله يتظبط، لكن إن أنا أقول إنه ملوش جدوى، لا ده اللي اسمه عبث. يعني إذا كنا موضوعيين نشجع أكثر. يعني أنا كنت في لجنة الفنون التشكيلية في دورة من الدورات، وكان اتقال إنه اوقفوا الملتقيات والمهرجانات اللي بتتم بشكل مجتمعي. يعني الناس في فنان يوم جاي عامل مهرجان، فأنا قلت لهم لا، ما تسيبوهم يشتغلوا، ما يشتغلوا ويطلعوا نتائج. اللي يطلع نتيجة وحشة هنقول انه وحش، واللي يطلع نتيجة كويسة هنقول انه كويس. لكن حكاية ان احنا نوقف الملتقيات والمهرجانات لمصالح شخصية ده لا. طب ما احنا قعدنا ننتقد كلجنة فنون تشكيلية مثلا واحد زي عبد الرازق عكاشة، وفوجئنا بان عبد الرازق عكاشة مترشح سفير للثقافة والسلام، صحيح، من مؤسسة وهو أيضا أحد المشاركين في صالون الخريف في فرنسا، وكان قبل كده مختار برضو كممثل للسلام من منظمة فرنسية قبل كده، ومن اليونسكو قبل كده. يعني القصة ان احنا عمالين نحارب في نفسنا وما احناش عايزين نشوف تحت رجلينا. طيب ما نتعامل مع الحياة الثقافية والتشكيلية بشكل انه كل واحد عايز يجرب. طيب اول ما صالون الشباب اتفتح نعم كنا بنهاجم الشباب وابداعاتهم وازاي وده خرجوا عن النص وعملوا مش عارف ايه. وبعد كده بعد ما اتعمل صالون الشباب بفتره قصيره جدا فوجئنا بمعرض لنوار ساحت في مجمع الفنون وعامل حاجات للفلسطينيين بشكل عبقري. نعم. طيب دكتور سامي، لانه استفاد من التجربه بتاع الشباب على فكره. صحيح. طيب يعني هو كان شغله معمول بشكل مرتب قوي، وبعد كده فوجئنا بانه خرج عن الاطار لانه استفزوا الشباب اما عملوا شغل. طيب دكتور سامي، اخيرا اسمح لي على الحاجه وانت واقفه كده. نعم.
تندهش يعني. طيب اسمح لي دكتور سامي، حركة النقد في مصر تبشر؟ لا اسمحي لي انت بعد اذنك قبل حركة النقد وقبل ما نتكلم في ده كله انه في عندنا الجميل جدا جميل شفيق. طبعا احنا ذكرناه في الحلقه دي. المفروض ان احنا طبعا ان احنا نعيه، وانا نعيته والحقيقه في اكثر من مناسبه، واوعد حضرتك واوعد الساده المستمعين ان يكون في حلقه خاصه عن جميل شفيق، لانه لا يعني مسيرته تستحق اكثر من حلقه الحقيقه. اتمنى هذا الشخص الجميل الرائع في ابداعاته وفي اخلاقياته وفي امكانياته وفي ثقافته بشكل عام، ده المفروض انه كان يتم نعيه في جميع القنوات المصريه، لانه ده مش هو رحل في صمت ونعاه المحبون ومريد الفن التشكيلي. لكن دكتور سامي، قبل ان اترك حضرتك، حركه النقد في مصر هل يعني هي كانت في منحدر، هل سترتفع خلال الايام القادمه؟ والله طول ما المسائل بالشكل ده وطول ما في شلل ففي شلل، في كل حاجه بقى، بينعكس ده على الفن، على المبدعين، وبينعكس ايضا على النقاد، لان الفنان التشكيلي اللي بيشتغل شغل منظم، قصدي شغل تحت اطار شله، فهيبقى محتاج ناقد تشكيلي لهذه الشله. يعني القصه ان احنا داخلين في اطارات ومحاور ما احناش عارفين هتوصل لفين. لكن انا اعتقد ان الكتابه شهاده حقيقيه في جبين اي ناقد، فاللي يكتب ويورينا اسمه هيبقى ايه في الاخر. صحيح. التاريخ بيرصد كل هذه الاشياء، وخاصه ان انت بيبقى ليكي بصمه بقى، خلاص انت عملت لك بصمه. شوف انت نصابه ولا شوفي انت مدعيه ولا انت بتكتبي بشكل كويس ولا بشكل حيادي ولا بشكل فيه، ولا انت بتاخدي ثمن لده ولا انت ما بتاخديش. انا بسمع حاجات عبثيه في هذا الامر. انا ساعات بروح قاعات يعرضوا عليا حاجات فاستغرب، يقول لي يا عم ما كله بياخد، يعني انت فاهماني؟ كانها صفقه يا دكتور بلشي، كانها صفقه. يعني كله بثمنه. اكتب. ومره هقول لك حاجه ظريفه جدا حصلت لاحدى القاعات التي اغلقت، لانه اللي يخش بالطريقه دي لازم يقفل. كنت كتبت عشان احتفل بافتتاح قاعه، فلقيت المديره بتاع القاعه بتقول لي لو سمحت احنا مؤسسه، وعشان احنا مؤسسه احنا عايزين بعد ما تخلص كتابه تبعت لنا عشان نوافق عليه الاول قبل الباشا. فاستغربت يعني. انا بشتغل عند مين؟ قلت لها ده انا مش تبع المؤسسه. قالت لي بس عشان تبقى ضمن المنظومه بتاعتنا لازم. قلت لها ومين قال لك ان انا عايز ابقى ضمن المنظومه بتاعتي؟ يعني هي القصه موجود طالما في شلل، ففي ناس لازم تخدم على الشلل. بس انا بأناشد النقاد انهم ما يبقوش خدمه للشلل. بالعكس انهم يوضحوهم. انا اشكرك دكتور سامي البلشي الناقد الفني الكبير، شكرا جزيلا يا فندم على هذا اللقاء، وسالتقي بحضرتك باذن الله في حلقه مطوله خلال هذا البرنامج. شكرا جزيلا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. استاذ ايهاب لطفي، دكتور خالد هنو، اهلا بكم مره اخرى. يعني مداخله ايضا مهمه مع دكتور سامي البلشي، ولكن من القضايا التي اثيرت خلال عام 2016 ايضا تلك التماثيل القبيحه التي غزت ميادين مصر وشوارعها. لا دي حاجه مقصوده، دي حاجه مقصوده. لا هي مش حد بيعملها مقصود يعني. لان مش ممكن توصل بهذه الدرجه من القماءه يعني.
لا مقصوده، حد بيعملها مقصود بالشكل ده فعلا، يعني هي الموضوع بقى سياسي. نشوفوا مين اللي بيعملها. انت عملت ندوه في اسكندريه اسمها ميادين الاسكندريه بين القديم والحديث. اسكندريه كان ليها نصيب في الموضوع ده برضه. ده نصيب غير عادي. فكنت عامل الندوه اسمها الاسكندريه او ميادين الاسكندريه بين القديم والجديد، وعرضت داتا شو فيها الاسكندريه الميادين القديمه كانت بتتعمل ازاي، وايه الفكره، وازاي فكروا يعملوا ميدان، وبين الميادين اللي بتتعمل النهارده من يوم وليله تصحى الصبح تلاقي فيه لا في خابور غريب جدا ما تعرفش راسه برجليه. وانا قلت طالبت في الندوه، كان موجود شخصيات مهمه، يا جماعه ارجوكم ما تعملوش، شيلوا بس، يعني مش عاوزين، يعني مجرد الفراغ ده هو نفسه قيمه جماليه، لان انت يعني عدم وجود القبح ده جمال. ما قدرتش تعمل احسن سيبه ما تعملش، سيب المكان فاضي. كان عندنا طبعا عندنا ميادين عظيمه، ميدان السلسله في تمثال بتاع فتحي محمود، حاجه روعه. طبعا ساعه زغلول في ميدان ساعه زغلول، حاجات معينه، المسرح الروماني، الرسم، ميادين معينه. انما لقينا فعلا في واحد مثلا ويقول لك ده دكتور، المشكله دكتور عامل مجموعه تماثيل مشوهه على البحر لشخصيات عجيبه ومدهونه دهانات غريبه جدا، اللميع ده وبتاع، ده حاجه غريبه فعلا، حاجه مش طبيعيه. دي كارثه الحقيقه، كارثه. ده كانه يعني فيروس وانتشر في الناس. لا هي انا بقول لحضرتك هي طبعا ده محتاج حد يبحث وراه، يعني هو الموضوع مش طبيعي. يعني هي في نوعين، في شقين من اللي انت بتتكلمي عنه يا استاذ منى، يعني اللي هو التماثيل العبثيه، وفي حاجه ثانيه بقى اللي هي عمليه التجميل اللي بيتكلم عليها الاستاذ خالد. يعني ده شقين طبعا يسأل عنهم المؤسسات، المحليات ووزارة الثقافة، المحليات والمحافظة، التنسيق الحضاري اللي هو غائب الحقيقة، مين اللي هو مسؤول عن التجميل ونقابة التشكيليين كمان، مين اللي مسؤول عن التجميل في مصر؟ الهيئة العامة للنظافة، التجميل، صح؟ مش هي كده؟ طبعا. طب هي مش عارفة تلم الزبالة الأول، هتجمل ازاي؟ الهيئة العامة للنظافة والتجميل، صح؟ المسؤولة عن النظافة والتجميل، مش هي دي المسؤولة المنوطة بالمهمة دي ولا أنا غلطان؟ طبعا. أنا ما أعرفش، أنا بشوف كده المحليات لا هي اسمها كده، بس في جهات اليافطة بتاعتها مكتوب الهيئة العامة للنظافة والتجميل، صح؟ طيب هي مش عارفه تلم الزباله، هتجمل ازاي بالفكر؟ يعني الفكر اللي هو ما انا مش قادر الم القمامه من الشوارع، باي فكره هجمل. النظافه جمال ولا لا؟ سؤال يعني. طيب اخيرا في الدقائق الاخيره من عمر هذا اللقاء ضيوفي الحقيقه خلصنا الساعه مرت بسرعه جدا، لكن بصراحة هل أنتم متفائلون بعودة الجمهور إلى القاعات مرة أخرى؟ هل أنتم متفائلون أو ترغبون معي في خروج الفن التشكيلي من الأتيليه ومن المراسم ومن القاعات المغلقة إلى الشارع، حيث يمكن الارتقاء بالذائقة الجمالية لدى المواطن المصري؟ أنا هجاوب إجابة سريعة جدا وأقول إذا كان اليوم أسوأ من الأمس فأنا لست متفائلا. دي كده الإجابة بملخص. إذا كان اليوم أسوأ من الأمس فأنا لست متفائلا. ما أعرفش بقى أستاذ إيهاب. والله طب يعني أصل الموضوع يا أستاذ منى مش تفاؤل وتشاؤم، الموضوع وقائع. في وقائع بقى لها عشرات السنين بتزيد، يبقى ما فيش أنا مش متفائل ولا متشائم. أنا بشتغل بموضوع أنت راصد. انا راصد، انا بشتغل، انا عن نفسي بعمل اللي اقدر عليه بصفتي الشخصيه، خالد بصفته الشخصيه. احنا بنتكلم على حركه في دوله 90 مليون بني ادم، مش بنتكلم على 5 افراد او 10 افراد. هي المشكله يا فندم ان انا حاسه والفنانين التشكيليين حاسين ان هم بيخاطبوا بنفسهم، بيخاطبوا بعض. لا هي في عوامل، لا في عوامل كتيره هي اللي عامله حاله البلبله دي. فلازم تترصد بدقه، تترصد ويتم وضع حلول ليها. العبث التشكيلي اللي بيحصل، يعني كل 3 دقائق معرض بفلوس، مهرجانات دوليه مش عارف ايه، ايا كانت بالمسميات، انا مش معترض على فكره، لا وميداليات، لا ايا كان، انا مش معترض او ضده، يعني بالعكس ممكن ده موجود في العالم كله، بس يبقى ليه تقييم بقى، بحيث ان انا اعرف ايه ده. مش اي واحد يعمل اي حاجه يطلع في الميديا يتكلم محدش بيرصده. زمان كان في حلقه واحده في التلفزيون بتاعت رشا مدينه اسمها برنامج جوله الفنون. يعني دلوقتي كل 3 ثواني كل 3 ثواني الميديا كترت، القنوات كترت، فعايزين يغطوا ماده، فالمذيعين بينزلوا يعبوا اي حد يعني انا سجلت 3 مرات في التلفزيون في قناه مش هنقول اسمها، ما شفتش الحلقه، المعد يخلص يقفل يمشي. فين يا عم الحلقه؟
ما اعرفش اجيبها لك 3 مرات يعني لا ده غير مواعيد لانه لان الفن التشكيلي فن مرئي في المقام الاول والحقيقه مهمه صعبه عليا بس مش برضه خلينا صراحة مع بعضنا. بس هو الساعه 3 الصبح معلش الفن التشكيلي في مصر مش على القائمة، ده ترتيبه في الأواخر. صحيح. يعني خلينا نقول الأول نتكلم على السينما، نتكلم على الكورة، نتكلم على الطرب والغناء، نتكلم على أي حاجة، وهيجي الفن التشكيلي في الآخر. أنا هنزل الشارع وأعمل رصد وأجيب واحد أقول له يعني إيه فن التشكيلي، مش هيعرف. هقول لك على حاجة أسوأ، هروح كلية الفنون جميلة أقول له يعني إيه فن التشكيلي، مش هيعرف. صحيح. الطالب مش عارف يعني إيه فن تشكيلي أصلا. ممكن يقول له يعني مرة قابلت طالب في قسم الجرافيك مش عارف يعني إيه جرافيك. لو قلت له حفر ولو قلت له حفر يقول لك حفر ايه واحنا هنفهم. دي مشكله مين؟ مشكله مين؟ دي اسئله استنكاريه يعني احنا مش دي عايزه سنين كلام. اسئله استنكاريه كده لاولي الامر. زمان كان في زيارات للمتاحف للمدارس. طبعا ده دور المتاحف والاماكن الاثريه. بس يا استاذه منى في حاجه اسمها رغبه في الاصلاح او لا. لو وجدت الرغبة اوكي، انما اللي بيحصل دلوقتي لا رغبة، فوضى. الفوضى دي مقصودة. نعم. بس دكتور خالد، الفن التشكيلي هو اللي عمل الحضارة المصرية وهو اللي حفظها. هو الفن التشكيلي يا جماعة. نحت وعمارة وتصوير، هو ده الفن التشكيلي. حرام عليكم الحاجات التانية دي جت تباع وافدة. ما تخلوش لا يمكن. احنا بنضيع حضارتنا. العالم بيقف، وانا قلت بيقفوا على المتاحف كانه واقف قدام طابور عيش. صحيح. متحف اللوفر طابور عيش. احنا المتاحف خاويه على فكره. عندنا متاحف قيمه جدا. متحف محمد محمود خليل في القاهره، متحف محمود سعيد في الاسكندريه، المتاحف خاويه ما بتجيبش. الناس ما تعرفش عنها حاجه اصلا. صحيح. ما تعرفش عنها حاجه. نعم. توجه يعني لازم الدوله تحط ده على سياستها. مرت الساعه سريعا. طب ما تزودينا كمان ساعه كمان وبلاش المره الجايه. شكرا جزيلا الفنان التشكيلي الكبير الاستاذ ايهاب لطفي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا دكتور خالد هانو رئيس مجلس اداره مجموعه الثغر للثقافه والفنون. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لمستمعنا الكريم، وهذه تحيات فريق عمل هذه الفتره. تحياتي انا منى منير وتحيات كمال الامام من اسره هندسه الهواء. نشكركم والى اللقاء. الأشكال، الألوان، الأبعاد، الرموز والدلالات، المشهد التشكيلي فيه ألوان وظلال. بصحبة منى منير.